يا صباح الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. احنا معانا اوردرنا النهاردة حاجة بسيطة خالص قد كده، بس هي بتعوز مننا تكات ان احنا نعملها علشان نطلعها باحلى مذاق ان شاء الله. يعني هتعوز منك ان انت تمشي معايا خطوة بخطوة في الفيديو ده، وتعرفي انا بطبخها ازاي وبعملها ازاي عشان تطلعيها باحلى نتيجة باذن الله، ولا يبقى فيها ريحة زفارة، ولا الريحة الكريهة اللي احنا بنشمها وهي بتطبخ دي ما تلاقيهاش فيها خالص. هنشيل الحاجات دي كلها من الاكلة بتاعتنا النهاردة. هي اكلتنا النهاردة بقى عبارة عن كرشة. مين فيكم بيحب الكرشة؟ كرشة يا جماعة، معانا النهاردة كرشة وممبار. ماشي. اول حاجه انت بتجيبي الكرشه من عند الجزار، ما بتبقاش باللون الابيض الشمع ده. اعمل لكم فيديو تاني في تنظيف الكرشه، بس ان شاء الله مش النهارده. انا نضفتها ونقعتها كده. هتنقعيها بطماطم وليمون ودقيق وملح. انا نقعها كده من امبارح بالليل يا جماعه، يعني احنا الوقت تاني يوم. نقعتها وحطيتها على رف التلاجة بالشكل ده كده. لو التلاجة بتاعتك ما بتبردش قوي، حطها في الفريزر يكون تبريده بسيط، علشان في نفس الوقت ما تبوش منك بعد ما تنضفيها وتخليها بالحلاوه دي. المهم احنا هنصلي على الرسول وندخل على طول ونشوف احنا هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. اول حاجه كده مبدئيا انا هقول لك معلومه على الكرشه دي. الكرشه ديت احنا ما بنحطهاش في الميه كده على طول، لا احنا بنديلها خطوات على البوتاجاز. تعالوا تعالوا مع بعض نعمل الخطوات سوا. بصوا يا جماعة، احنا غسلنا الكرشة بتاعتنا بالشكل ده كده. خدتها تحت الحنفية وقعدت اغسل فيها. انا غسلاها ومنضفاها ونقعاها. وكنت قبل النقع عاملاها بدقيق وليمون وخل وملح، ويعني متنضفة لما بقت بيضة زي الشمع كده. بعد النقع بقى اللي انا نقعته بيه، خدتها دلوقتي ورحت غسلتها على الحوض ونضفتها وخليتها بالشكل ده. معانا حلة فاضية على البوتاجاز ما فيش فيها اي حاجة خالص. شوفوا، ولا فيها مادة دهنية ولا فيها اي حاجة خالص، فاضية فاضية. هننزل بالكرشة بتاعتنا كده. هننزل بالكرشة بتاعتنا دي وهنهدي عليها النار. كل لما تنزل المية اللي فيها اشيل الكرشة دي واروح اصفيها واغسل الحلة واجي تاني انزل الكرشة فيها. هعمل المرحلة دي كم مرة وانا مهدية النار عليها؟ 3 مرات. هتنزل العصارة، هي هتنزل عصارة من نفسها. هغطي عليها كده في الحلة زي ما هي على نار هادية. هتنزل كل العصارة اللي فيها في قلب الحلة دي. هنشيل الكرشه كده تاني من الحله، احطها في وعاء او احطها في اي حاجه جنبي، وهاخد الحله بتاعتي دي بالعصاره اللي فيها واروح ارميها اتخلص منها، واغسل الحله كويس تحت الحنفيه، واجي انزل فيها الكرشه تاني. هتنزل عصاره تاني هرميها تاني. هعمل المرحله دي 3 مرات. لما الاقي الكرشه بتاعتي دي صفت من الميه خالص، ما عادتش بتنزل اي سوائل في الحله بتاعتي، يبقى كده كل الزفاره اللي فيها. دي المرحله اللي انا بقولك عليها، إن مش هتخلي الكرشه بتاعتك زفره نهائي نهائي. المرحله اللي انا بقولك عليها دي، هتاخدي الحله تصفيها 3 مرات من الكرشه، هتلاقي كل الزفاره راحت وكل الزفاره انتهت في التصفيه اللي انت بترميها. المرحله اللي بعدها بقى هاجي اعملها معاكم تاني. شوفي، ده الميه اللي انا بقولك عليها. الميه كل دي هنرميها، كل ده نتخلص منها ونرميها. بس قبل ما نرميها هنشيل كده القطع بتاعتنا كلها، هنشيلها بجنب كده علشان نروح نرميها ونغسل الحله ونيجي. ده اول مره هتروحي تغسلي الحله، وزي ما اتفقت انا وانت هتعملي المرحله دي 3 مرات. غسلناها تانية اهي، وهننزل برضو بالكميه تاني. في المرحله دي بقى احنا صفيناها كده 3 مرات زي ما انا قلت لكم. انا جبت حله واسعه بقى، دي حله كبيره شويه. طب انا جبت الحله الكبيره دي ليه؟ عشان احنا هنحط فيها الكرشه تستوى، وهننزل الممبار بعد ما نحشيه. بس دايما التخان بتاخد وقت شويه عن الممبار، فهنبدا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطي في الحله بتاعتك بقى شويه زيت، شويه صغيرين ما تكتريش يعني، وهتنزلي عليهم بفصين التوم ده.
3 4 فصوص توم. لما يطلعوا الريحه عليك هننزل ببقيه البهارات. هناخد بس ريحه التوم بس كده بس، وهننزل عليهم بورق اللوري وقرفه خشب و3 4 حبهان فصوص حبهان، وده فلفل اسمر، كزبره ناشفه، زعتر. اهم حاجه الزعتر ده يا جماعه، الزعتر ده هينقلك الشوربه بتاعتك لحته تانية خالص. هننزل بالحاجات دي كلها تاخد تحميصه بس. انزل عليها بالجزر، انزلي بالبصل، انزلي بالفلفل الاحمر، وحبيتين طماطم ضربناهم في الخلاط. هنسيب الكلام ده كله يتسبك مع بعضه ونيجي ننزل فيه الكرشه بتاعتنا. ايه يا جماعه، نشفت معانا بالشكل ده كده اهي، نشفت خالص اهي. هننزل بقى بالكرشه بتاعتنا. هنقلب كده ونسيبها تنشف كمان دقيقتين في الصلصه دي، وبعدين نزودها ميه. وصلت للمرحله دي يا جماعه، سامعين؟ نشفت خالص اهي، ما عادش فيها ميه. هننزل بقى بالميه بتاعتها. كل اللي عايم على الوش ده الزعتر، الحاجات دي كده، دي الزعتر. كده كده الشوربه بتاعتنا بعد ما بنخلص ونسوي بنصفيها في مصفى، ما بيبقاش فيها اي حاجه ولا اي شوائب من دي خالص. هنغطي عليها بقى ونسيبها تستوي ونحشي الممبار بتاعنا. خلصنا، احنا خلصنا. انا بقى عشان نجهز الاوردرات بتاعتنا ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا بسرعه، يلا بسرعه عشان احنا متاخرين. عندك الكزبره بتاعتك الحلوه ورش رش رش. ما تستخسريش، اوعي تستخسري حاجه في الاوردرات بتاعتك. الله، الريحة تحفة. تعالي كده.
وجهزنا اوردراتنا. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وحطوا لي لايكات كتير. مع السلامه، باي.